فيلم خفيف ولطيف وظريف. بيبدأ الفيلم بنيك وهو بيركن العربية وبيجري مستعجل عشان ما يتأخرش على الشغل، وبيبص في الساعة ويلاقيها 6 ودقيقتين، فبيقول يا دي النيلة السودا. ولما بيقعد بيكلم مديره هركن بيلي ما علينا يعني. بيقول له تعالى لي المكتب يا ننوس عين امك. بيروح له نيك وبيقول له صباح الفل يا مدير. بيقول له ما تعملش علينا الشويتين دول يا نيك، ده انت اسمك اصلا شبهة، وكمان جايلي متأخر على الشغل. ليه شغالين في طابونة؟ قال له مدير ده هي دقيقة بس. قال له دقيقة؟ دقيقة. امال مكتوب عندي دقيقتين ليه؟ قال له خلاص هات الواد الأمن اللي راكب الساعة دي. راح قال له خلاص خلاص يا مدير، هما كانوا دقيقتين بصراحة. قال له ده انت كداب ابن قال له خلاص حقك عليا. قال له ماشي امشي. بعدها بيجي ديل وخطيبته توصله الشغل، وبيقول انا من صغري كانوا بيسألوني عايز تطلع ايه، كنت بقول لهم عايز اطلع زوج مثالي. اشتغلت مع دكتورة السنان جوليا. جوليا دي بقى بتلف وتدور على دي عشان تعمل معاه بس هو محترم وماسك نفسه. بيجي بعدها كيرت، راجل شغال في شركة، بس المرة دي المدير بتاعه راجل عجوز كده وسكر من ابو قلب طيب بقى، لا ليه في الطور ولا في الطحين، غلبان كده وفي حاله. بس بيلاقي ابن بوبي الشمام الجانكي بيبقى قاعد في الشركة بيشد سطر الكوكايين في الحمام، وبيطلع وبيقول له ايه يابا في ايه، مش عارف اشد لي سطرين كوكايين. الله. قال له ده انا عايزك تشتغل كده وتبطل مرقعة وتحترم نفسك. قال له يابا بقول لك ايه فكك من اللي يشكك. بعدها كيرتي بيبقى خارج مع مديره، ومديره بيركب العربية وبيعمل حادثة وبيموت. بيبقى قاعد مع نيك وديل وبيحكي لهم على اللي حصل. فديل بيحكي لهم على جوليا انها عمالة تلف وتدور عليه. فكيرتي بيقول له يا بختك معاك الوقت كده في الشغل وزعلان، امال لو جيت شفت الواد الشمام اللي عندي في الشركة هتحمد ربنا. بعدها بيجي نيك في الاجتماع مع هاركن اللي هيعلن فيه مين هيبقى نائب المدير الجديد، فبيتنفخ نيك كده وبيستني يقول اسمه. بعدها بيتصدم اما ليه يقول ان هو قال ان اسمه هو هيبقى الرئيس ونائب الرئيس في نفس الوقت، ومش هيرقي حد. قال لهم يا جماعه دي مسؤوليه وانا مش هلاقي حد قد الثقه دي قدي، فانا هرقي نفسي واخلي نفسي نائب المدير والمدير في نفس الوقت. فخرج نيك وجرى وراه وقال له مش انت بقالك شهر واخدني فحت وردم في الشركه دي عشان اترقى الترقيه دي؟ قال له يا ده انا كنت بحفزك بس يو. قال له تحفزني ايه، ده انا كانت بتموت وانت ما خلتنيش اودعها عشان ضغط الشغل، وقلت لي لو روحت هرفدك. قال له انت مسمي جدتك نانا؟ وقعد يضحك. راح نيك قال له انا عايز اعرف ايه اللي يجبرني ان انا اشتغل معاك. قال له عشان انت لو فكرت تروح شركة تانية هقول عليك انك بتبوظ الشغل وبتيجي متأخر وسكران، وهم هيصدقوني وتترمي في الشارع زي الكلب البلدي. بعدها بيجي هو في الشركة وبيستلم كيرت وبيقول له انا دلوقتي انا اللي ماسك الشركة يا صعلوك، وهتنفذ كل كلمة بقولها. بقولك ايه ما تترد لاي حد كده تخين في الشركة عشان شكلهم بيستفزني. قال له عم ايه العنصرية دي يا عم؟ قال له خلاص قلت الراجل المشلول ده ماشي بيتدحرج في الشركة كده وموترني. قال له يا بوبي اهدى كده وصلي على النبي. راح بوبي قال له يا تمشيه يا انا اللي همشيه اختار. بيتقابلوا التلاتة في البار وكل واحد بيشكي همه للتاني للمدير، وكيرت بيقول احنا قدامنا حل من الاتنين، يا نفضل نتهام المديرين بتوعنا يا نقتلهم. فينيك وديل بيقولوا له ايه يا اسطى اللي انت بتقوله ده، انت تقلت في الشرب ولا ايه؟ بيقول لهم لا بالعكس ده احنا لو قتلناهم هناخد حسنات وهنجس ناس كتير قوي من شرهم. وقال لهم ده مجرد افتراض يعني مش حوار. بعدها جوليا بتعزم خطيبة ديل انها تعمل فحص مجاني عندها، ولما بتدخل وتديها بيه بتقول له ما تيجي بس تروح ونجيب ممدوح. فبيقول لها ما بس بقى يا ولية وتهدى شوية بقى وحل عني. فبتقول له مسيرك الملوخية هتقع تحت المخرطة، وبتسيبه وتمشي. بعدها ديل بيروح لكيرت ونيك يقول لهم يا جدعان يلا نقتلهم يا جدعان انا قضيت. فنيك بيقول له يا ابني احنا كنا سكرانين وبنخرف. فكيرت بدأ يكبر الموضوع في دماغ نيك، قال له المفروض اما نقتل حد نقتله بطريقة ما تخليش حد يكتشفنا، نبقى اخر كده ما نسيبش اثر. فيفضلوا يفكروا كده لحد ما يقولوا نجيب قاتل مأجور يقتلهم هو ونديله فلوس اسهل بدل الهري اللي احنا بنقوله ده. فعجبتهم الفكرة وراح بعدها بار كلهم نيجرز عشان عندهم فكرة ان النيجرز دول كلهم قتلة وعنصرية بقى وكده. فكرتي بيخش على الراجل ويقول له عندكم قاتل مأجور؟ بيقول له لا. قال له امال عندكم ايه دباديب؟ فقال له انقل عيب من وجهي بدل ما احط قصاية البيسبول دي فقال له خلاص. خرجوا بعدها من البار بيجي وراهم واحد بيقول لهم بس بس انا عنده اللي انت عايزينه. بعدها بيقول لهم عايزين تقتلوا كام جثة؟ قالوا له 3. قال لهم الحساب ان شاء الله 30,000 دولار. قال له قشطة وبيسيبهم ويمشي. بعدها بيروحوا يدوا له فلوس وقال لهم بصراحة كده يا جماعة ما اكدبش عليكم يعني انا لسه خارج من السجن ومش عايز اخش تاني، فانا هبقى مستشاركم الاجرامي وهقول لكم على كام نصيحه كده.
قالوا له طب والفلوس؟ قال لهم هو اللي بيخش بق الاسد بيرجع تاني؟ قالوا له طب قول يا قاتل القتلة هنعمل ايه؟ فقال لهم ايه رأيكم كل واحد فيكم يقدر المدير التاني في الشغل وهو تمويل. فعجبتهم الفكرة. بعدها قرروا ان هم يروحوا بيت بوبي عشان يستكشفوا فيه، وبيسرق كيرت موبايل بوبي. بعدها بيروحوا عند بيت هاركن. اتفق كيرت ونيك مع ديل ان لو حد جه يضرب كلاكس مرتين. قالوا له هارش؟ قال لهم هارش. بعدها ديل قاعد كان بياكل سندوتش شاورما من ابو عمار السوري ورمى الكيس في الشارع. فجاله هاركن قال له انت بترمي الزبالة في الشارع ليه يا ابن قال له خلاص يا اسطى حقك عليا. فهاركن بيجيله أزمة وبيقع في الأرض، وبيشاور لديل على الحقنة. بيقول له "أوه، اخبطها في صدري هنا، ادالي في صدري". قعد اداله في صدره. فنيكو كيرت شافوه من الشباك. قالوا يا دين النبي ده بيقتله، يلا نجري. وقع موبايل بوبي من جيب كيرت. بعدها قابلوا ديل. قالوا له ايه اللي حصل؟ قال لهم لقيت الراجل بيموت قلت الحقه. راح نيك قال له غبي غبي، ده احنا نفسنا نقتله يا غبي. غبي غبي، كنت تسيبه يموت. قال له لا مؤاخذة يا اسطى، سهي عليا الموضوع. بعدها بيرجعوا كل واحد يراقب مدير التاني. وهاركن اكتشف موبايل بوب في بيته وافتكر ان مراته بتخونه معاه. قام رايح بيت بوبي وضربه بالنار. بعدها اتقابلوا هما التلاتة وكانوا قاعدين في العربية. وجالهم البوليس. قال لهم النمر دي عليها غرامة سرعة 1300 جنيه على كوبري اكتوبر جنب موقع الجريمة. بعدها فضل يحقق معاهم وعرفوا يخلعوا بشيكة. وراح يقابلوا الراجل اللي في البار. قالوا له ايه يا عم الاجرام، الحقنا. وحكوا له اللي حصل. قال لهم اصلا كل اللي انا بقوله ده من افلام بتفرج عليها، انا اصلا لا مجرم ولا نيل، وكلت على قفاك وعيش اصلا. بعدها قرروا يروحوا حفلة كان عاملها هيركن في البيت، وسجلوا اعترافاته انه قتل بوب. وخلوا كيرت معاه جهاز تسجيل. ودخل نيك وديل المكتب على هيركن عشان يعترف ليهم، وقال لهم ايوه قتلته ومبسوط قوي وانا بقتله. ياه، قتلته. بيبصوا ما لقوش كيرت. اتاري كان بيقضي مصلحة بره كده. فقالوا له ده كان اعترف يا غبي، هي حبكت دلوقتي يعني. بعدها فضل يطاردهم هيركن عشان يقتلهم. وقفهم ومسكوا مسدس وضرب نفسه في رجله ورمى المسدس لديه عشان كان سامع صوت البوليس جاي. وجه البوليس وقالوا له راجع الشريط هتلاقي هاركن اعترف لنا قبل ما تيجوا انه قتل بوب. فعلا قفشوه وبيخلصوا من مديرهم في امان وبيخلص الفيلم. وبس كده. ولو عجبك الفيلم تسلايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو ما عجبكش اعمل شير يمكن حد من صحابك يشوفه ويعجبه، ويعمل لايك وسبسكرايب ويفعل جرس التنبيهات. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.